مع وزير العدل الوهبي السيد رد 61 مليار شركه تابعه للدوله ديال العمران، 61 مليار اللي دا 61 مليار. شحال من مستشفى اقليمي بنيو بها، شحال من اسواق ديال القرب، شحال ديال البنيه التحتيه، 61 مليار. وانت كتقول بانه انا ما غنقبلش قانون محاسبه الاطراء الغير مشروع لانه كاينه قرينه البراءه، وكتقول بانه ما يمكنش انايا نكرفس موظفين ديال الدوله اللي في وزاره العدل ولا اللي في وزاره اي وزاره بالدوله، قضاة، عمال، رؤساء المجالس، رؤساء المدراء الجهويين، كلهم كاع اللي تابع الدوله انت بغيتي تجرجر فيه. الصباط ديالو مقدس عندك، العرق ديالو مقدس عندك، ولكن المواطن المغربي تكرفس. واش قرينه البراءه خاصه غير بالموظفين ديال الدوله؟ واش هما العرق السامي؟ واش هما فوق المغاربه؟ اذا كنتي غادي دير قرينه البراءه وغترفض بها قانون الاطراء الغير مشروع، دير واحد فايق بكري ولا برلماني ولا مليار ولا عنده الهكتارات اللي وزير الداخليه صرح بانه غادي يحيد اي ارض ديال شي واحد ما عندوش وغيريه باي حاجه عشوائيه. ولقينا بان بزاف ديال الاراضي تابعه لرؤساء المجالس معزولين ولا سابقين ولا حاليين استغلوا النفوذ ديالهم، وكاين خذ الارض ديال الدوله وطلع بها الاقامات والهونغارات ودير فيها مستودعات ديال البيريمي وديال المواد السرطانيه. العدل الوهبي قال لك انا كنرفض ان اي موظف ديال الدوله يبقى غادي طالع مكرفس في المحاكم محنوق على قبل المال ديال الدوله. الدوله لا تقف على الرجال، الدوله مؤسسات، اي واحد يتقلد مسؤوليه في الدوله ونعرقوه على داك الدرهم نسولوه عليها. ما تربيش عليه الكبده وما تدافعش عليه وما تقدسوش. الدوله اقدس من الموظف، والمواطن المغربي اقدس من الموظف، لان لولا المواطن لما كان موظف في الدوله، والموظف موظف عند الشعب المغربي. من حقك حنا حطيناك باش تسولوا من اين لك هذا، وطلعوا في الفرقه الجهويه الاقليميه ما عرفت شنو بوكلي بالكحل يطلع ويهبط على قبل ديك الدرهم من جابها. ما ترحموش ما تقولش ليا انك تطبق القانون ديال من اين لك هذا وقت ما بغيتي. 61 مليار ما حطاش في البنكه، واش خرجها لبرا، واش دافنها تحت الارض، واش كاتبها بسميت مرتو بسميت مامو 61 مليار سنوات. المدير السابق لشركه العمران لجهه الشرق مع شي 6 وحدين اخرين، هاد 61 مليار واش ما شفتوهاش؟ فين